السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه رقاق الناشف عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنعمله بطريقه فرد سهله قوي، مش هياخد مننا اي وقت لا في الفرد ولا في الخبز، وهيطلع حلو قوي. وبنص كيلو دقيق بس هنعمل كميه كبيره تعمل صينيتين او 3 من الرقاق. اكتر من كيلو رقاق من الجاهز ونص كيلو دقيق بس. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معايا نص كيلو دقيق منخول، دول 3 كوبايات ونص بالمج المعياري. حطيت عليهم نص معلقه صغيره ملح، ودي كوبايه ميه من الحنفيه لو الجو حر، او لو الجو برد شويه دفيها شويه صغيرين. نزلت بكوبايه الميه على مرتين كده في الدقيق واعجن على طول، الف واعجن. طبعا انا عايزه العجينه ناشفه فما بزودش الميه عشان انا عايزاها تكون ناشفه عشان خاطر ما تشربش مني دقيق كتير. حطيت الاول كوبايه الميه وبعدين جبت ربع الكوبايه، حطيت منها معلقتين بمعلقتين كده، خد معايا بالظبط كوبايه وربع. حطيت الكوبايه وربع، سبت معلقه واحده بس من الربع الكوبايه دي ببل ايدي بيها كده وانا بعجن. انا عايزه اعجن بقى حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعه. لازم العجينه تكون فيها عرق جامد عشان ما تقطعش مني وانا بعملها رقاق، وانا ببططها ما تقطعش مني. يبقى لازم اعجنها كويس. عجنتها كل 5 دقايق كده، بريح ايدي دقيقه ولا 2 وارجع اعجن تاني. عجنتها كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، عجن على طول. اعجن حوالي 5 دقايق واريح دقيقتين وارجع اعجن 5 دقايق تاني عشان خاطر اديها عرق حلو. كده خلاص عجنتها. هبدا بقى اقطعها على طول، وبعد كده بعد ما اقطعها ابقى اسيبها ترتاح. قطعتها قد الليمونه كده، قد الليمونه الكبيره. الحجم ده يكون مناسب لصواني الفرن العاديه. صواني البسبوسه العاديه دي بنعمل فيها الرقاق، الحجم دوت كده مناسب. لو انت هتعملي في الصواني الكبيره كبري بقى الكره بتاعتك. انا بعملها صغيره كده على اساس لو عملتها في الصواني الصغيره ماشي، او برضو في الصواني الكبيره اقدر ارصها برضو كده واحده جنب واحده. كده قطعتهم كلهم، عملوا معايا 20 كورة من الصغيرة دي. ابدأ بقى افردها شوية بشوية كده. هفردهم كلهم الاول شوية واركنهم وارجع تاني بقى افردهم خالص. يعني فردتهم الاول قد كف ايدي كده واركنهم. طبعا لازم على الدقيق عشان خاطر يبقى ناشف كده وما يلزقش في بعضي. بفرد كمية كبيرة مرة واحدة، افردهم الاول نص فردة، بحط كل كام واحدة كده على بعض وافردهم. دول بيتفردوا معايا بسرعة قوي. 10 دقايق بالظبط اكون مخلصة الكمية دي كلها. فرد بسرعة على الدقيق، بحط عليه الدقيق كده وافرد نص فردة الاول. والحركة دي عشان خاطر الدقيق ما ينزلش كله من قلبي. لو انا خليت نفرد فيه من وهو صغير كده لحد ما يكبر خالص، الدقيق هينزل من قلب الرقاق بتاعي وهيلزق في بعضيه. لكن لما بتعملي الحركة دي كده تخليها نص الاول، فرديها نص فردة الاول بالدقيق وشيليها وترجعي تحطي تاني فوق بعضيه تاني بالدقيق تاني. كده بتضمني ان هي ما تلزقش خالص في بعض. الرقاق كله بيتفرد وما بيلزقش خالص في بعضيه. كده فردته كله الاول نص فردة. هبدأ بقى اخد كده كل كام واحدة على بعض ما بينهم دقيق. بعد ما فردتها قد كف الايد او اكبر شوية كده، بحط بقى كل ما احط واحدة احط عليها شوية دقيق كده. الطريقة دي سهلة قوي ويتفردوا معاكي في ثواني. ممكن تقلبيهم كمان وتبططي فيهم كويس، بس انا مش عايزة اقلبهم عشان خاطر ما اوقعش الدقيق اللي في قلبي. فكل ما بشيل واحدة ارجع افرد تاني حاجة بسيطة كده على الاطراف بتاعتها. اهم حاجة الاطراف تمشي عليها عشان ما تبقاش تخينة، ما تبقاش ترق معاكي من النص وتبقى الاطراف تخينه. كل ما اشيل واحده بدوس تاني دوستين بس كده على الطروف كده واشيل. يكون معايا صينيه احط عليها. ما بيلزقش طبعا في بعضيه لانه متبطط بقلب الدقيق، ما بيلزقش خالص في بعضيه. احطه كله كده على الصينيه لحد ما اخلصه كله وبعدين ابتدي اخبزه. كده خلاص بشيل اهو، بحطه على الصينيه. معايا صينيه بحط عليها كده بالنظام ده. اعمل كله بقى كده بنفس الطريقه. اخر واحده بس بتبقى صغيره معايا شويه، متبقاش مفروده قوي زي اللي فوق، فبدوس عليها تاني. لو عايزه تعملي طبعا بالنشابه واحده بواحده مش بكميه الدقيق دي كلها، هتعمليه برضو وهيكون حلو. بس لازم النشابه اللي هي الطويله خالص بتاعه الرقاق، لان النشابه العاديه دي ممكن تقطعه. لما تكوني النشابه جايه في نص الرقاقيه كده هتقطعها منك. لازم تكوني النشابه الطويله بتاعه الرقاق. انا بفرد بايدي سهله قوي، مش بياخد مني اي وقت. الكميه كلها بحط كل 5 مع بعض. عملتهم بالظبط على 4 مرات، مش كل مره ما خدتش معايا دقيقه واحده كانت مفروده. اهم حاجه امشي على الاطراف كده عشان خاطر الاطراف بتاعتك ما تبقاش هي اللي تخينه. ونفضها كده من الدقيق كويس واحطها على الصينيه على طول. طريقه سهله قوي مش بتاخد معاكي اي وقت، سهله جدا. بفكها كده على طول. اهم حاجه تكوني متاكده ان الدقيق كويس في قلبها، كميه الدقيق تكون مناسبه في قلبها عشان خاطر ما تلزقش في بعض. كده خلاص
ادي اخر مره كمان. كميه ما بتاخدش معايا اي، مهما تعملي كميه كبيره مش بتاخد معاكي وقت. ودول نص كيلو بالظبط خدوا معايا فرد 10 دقايق، عجن 10 دقايق وفرد 10 دقايق. طبعا بتريحيهم شويه بعد ما تقطعيهم، اهم حاجه بعد ما تقطعيها تريحيها حوالي ربع ساعه عشان خاطر تتفرد معاكي على طول، لان طبعا لو ما كانش مرتاح كويس قبل ما تفرديه هيتقطع معاكي. لازم يرتاح كويس بعد ما تقطعيه وبعد كده تفردي على طول. كده خلاص خلصتهم كلهم على الصينيه عادي، كلهم على بعض ما بيلزقوش مني ولا حاجه. دلوقتي بقى انا هخبزهم على البوتاجاز من فوق. جبت الصينيه الكبيره دي، ولعت طبعا البوتاجاز كده وسط، يعني خليت العين وسط مش عاليه قوي، واسيب الصينيه اول ما تسخن احط بقى على طول رقاق برقاق كده واقلب. كل واحده بالظبط بتاخد معايا نص دقيقه، كل 10 ثواني كده اقلبها، تقلبيها كذا مره كده لحد ما اول ما تلاقيها لونت بسيط كده معاكي تشيليها على طول. طبعا مش لازم تسيبيها تنشف خالص، هي اول ما بتتعرض للهواء بتنشف على طول. اقلب فيها على طول واحط غيرها، بس طبعا لازم امسح ما بين كل واحده والتانيه كده بفوطه، عندي قطن، لازم فوطه قطن كده وتمسحي على طول عشان خاطر لو في دقيق ما يسمرش اللي بعديها، عشان ما تكونش غامقه معايا. دلوقتي اللي بطلعه طبعا بقى احطه على فوطه على طول، بفرد فوطه كده على صينيه وما سيبوش ينشف قوي، كده كده هو بينشف معايا، الهوا بينشفه. وبطلع كده على طول احط رقاقه تانية واقلب برضو على طول، ما بتاخدش معايا حاجه، كل 10 ثواني كده اقلبها، اول ما تاخد لون بسيط كده اطلعها على طول. كده الصينيه طبعا غسلتها، تقدري كده كل ما تعملي كام واحده تمسحيها لو حته مبلوله او تغسليها على طول، وطبعا النار بتنشفها على طول. لما تنشف تحطي عليها الرقاق، كل 10 ثواني بالظبط بتلاقيها بخرت كده معاكي، تقلبي وبعدين اول ما تلون كده بسيط تشيلي على طول. تقدري طبعا تخبزيها في الفرن مش شرط على البوتاجاز من فوق. اقلب على طول في الرقاق بتاعي. تقدري طبعا تحطي 2 جنب بعض لو الصينيه كبيره كده، او تحطي صينيتين مثلا صغيرين تخبزي عليهم مرتين مع بعض، مش بتاخد وقت معاكي خالص. اول ما تلاقي الرقاقه معاكي كده شالت، بتشيل خفيف، طبعا احنا عاملينها رقيقه قوي فهي بتشيل خفيف بس كده. كده خلاص خلصتهم كلهم ونشفوا في ثواني. طبعا مفرشاهم كده على الصينيه على الفوطه نشفوا على طول. عملوا معايا كميه حلوه يكفوا صينيتين او 3 من نص كيلو دقيق. رقيق جدا، احسن كتير من اللي بنشتريه من بره، بتلاقيه حروفه كده بتبقى مجلده، ما بيكونش كده رقيق زي اللي بتعمليه في البيت. هتعمليه في البيت بكل سهوله، ناشف خالص معاكي مقرمش كده. تقدري بقى تعمليه باللحمه او تعمليه كده حلويات باللبن او ام علي زي ما انت عايزه. حلو جدا، ما تكلفش معايا حاجه. لو هتشتريه جاهز هتشتري الكيلو الجاهز ب50 جنيه، احنا عملنا النص كيلو دقيق طلع معانا اكتر من كيلو. يعمل معاكي صينيتين كبار، او الصينيه الكبيره اللي انا كنت بخبز فيها دي برضو ممكن تعملي فيها صينيه واحده من الصينيه الكبيره دي، بتاخد قد صينيتين او 3 من بتوع الفرن العاديين. عملناه بكل سهوله، ما خدش مننا وقت، نص ساعه بالظبط كانت عجن واتخبز، وما خدش مننا وقت وحلو جدا، ومش مجلد بقى ولا حاجه، ساعات بنشتريه بيطلع مجلد. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.